قبيلة رشوان قبيلة كردية كبيرة. طبعا في لغط كتير عليها من قبل بعض من التركمان ومن العرب كمان. بعض من التركمان يعتبرون تركمان، البعض من العرب يعتبروهن أو بيشوفوهن عرب. ضيفه هو أحد أبناء قبيلة رشوان الكردية، برحب فيه وبسأله بداية يعني اسم رشوان. أنا الكردي بعرف أنه رش هو الأسود. يا ترى ليش تم تسمية هالقبيلة أو سموا حالهم باسم رشوان؟ تفضل. تحياتي لك ماوستا ولكل مشاهدينك. قبل كل شيء، الاسم رشوان هي اسم كردي بمعنى الرش. الرش هو معنى الأسود، والأسود جاء من على زمن مقتل سيدنا الحسين عليه السلام، لما قتلوه الأمويين، وحزنا عليه لبسوا لباس الأسود. وقامت مثل على الدولة الأموية، وكانت بقيادة أبو مسلم الخراساني، وكانوا يلبسون اللباس الأسود ويرفعون الرايات السود. وليك كانوا العباسيين كانوا يلبسوا الأسود كمان مشان الحزن على الحسين. في بداية العباسيين، بداية الحركة العباسية بدأت بهذا الشكل يعني. وبعد مقتل أبو مسلم الخراساني على يد جعفر المنصور، لأنه جعفر المنصور رأى أن مسلم الخراساني له نفوذ كبير، أراد أن يتخلص منه وقتله قدرا. بعد ما قدروا، بقي الجيش في يد العباسيين. الجيش كان هو بالأساس من منطقة خراسان، إن كانوا خراسانيين، جمعهم أبو مسلم الخراساني وجاء بهم في معركة الذاب لدحر الأمويين يعني. وبهذا الشكل ظل الجيش في بغداد وضواحي بغداد وفي الكوفة وتلك المناطق، لجاء حتى زمن هارون الرشيد. هارون الرشيد قام بإسكانهم كدرع بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية، فوضعهم كدرع بين الدولة على الثغور، يعني من منطقة سنجار شنغال لماردين وأورفا وتلك المناطق. هاي الجغرافيا كلها أسكنوا هذا الجيش. والجيش هو كان باسم الأسود، يعني السود، وهي الكلمة باللغة الكردية تعني الأسود، رش. طيب، يعني نسبة إلى وتسموا تمام، أسكنوا بتلك المناطق حتى أخذت تلك المناطق على اسمهم. مثلا الجبال أخذوا مثلا شياي رش أو جبل الأسود، وأيضا النهر نهر الأسود شمي رش، وتلك الكثير من الأسماء أخذوها من اسم القبيلة يعني الجغرافية. طيب، راجني، عشيرة راجني كمان هن نفسهم رشوان. طبعا هي نفسها رشوان. هي الاسم جاي من الاسم الرش، ولها اسمين، راشني وراشدي. الراشدي هي نفسها الرش لاحقة بالدي، أو بالحسب الأرشيف العثماني تأتي برشدكان. وهناك مصدر لمؤرخ بابا مردوخ، محمد بابا مردوخ، يذكر، هو مؤرخ فارسي، يذكر أن الرشوان أو رشكوتان أو رشوند أو رشديان، لاحظون رشديان، يلفظها بهذه الأسماء كلها. طيب، أنا فهمت منك إنه الرشوان هدول الكرد، فهمت منك إنه أبو مسلم الخراساني القائد الكردي مجيئه من خراسان. الرشوان جايين معه الاسم، وفهمناه. وفهمت منك كمان انه هالقبيله هاي تاريخها بيعود لاكثر من 1000 سنه، حوالي 1400 سنه كمان. هالشي كمان فهمناه. طبعا تقريبا 1300 سنة يعني. ومجيئهم من خراسان. مجيئهم من خراسان يعني في هذا الحدود، يعني في جمعهم ابو مسلم الخراساني، يعني جمعهم ابو مسلم الخراساني كان يعني تقريبا ب 750 ميلادي تقريبا، نقدر تقول يعني يب. 130 هجري هيك شيء يعني. طب التوزع الحالي في لقبيله رشوان وين عم يتوزعوا؟ توزعوا الوقت الحالي هن بمنطقة ماردين، أورفا، حسنكف، حتى منطقة اسكندرون،
غازي أنتاب، أديامان، ديرسم. يعني في موزعة، هي بالأساس موزعة في أربع أنحاء كردستان، يعني في الأربع أنحاء موزعة. وحتى في منطقة حلب والساحل السوري أيضا، يعني حتى يقال لهم الرشوانة. هم اليوم علويين هن. طيب يعني بمعنى انه هذول العلويين اللي بالساحل السوري اللي بيطلقوا عليهم الرشوانة هن نفسهم من قبيلة رشوان الكردية؟ طبعا هن اجوا من السنجار، يعني من شنغال، على زمن الحسن المخزون السنجاري. هو اللي أخذهم لمنطقة الساحل السورية، ويعني من هذاك الوقت يعني مسكونين هناك كمان. انا كمان حسب بحثي انه توصلت انه غالبيه العلويه في الساحل السوري، مو الكل طبعا، لا الغالبيه هن كرد. وليكو عرفنا انه جزء منهم، جزء كبير او قسم منهم بينتموا لقبيله رشوان الكرديه. يا ترى ليش حاليا للاسف في قسم من الرشوان، لنقول راجني، سموا حالهم راجني، بيعتبروا حالهم عرب في قسم منهم؟ السبب؟ السبب هي كيف بدي أقول لك، ما هو اللسان هو لما اجوا من بغداد وسكنوا بمناطق، هذول المناطق يعني كانوا يتحدثوا في اللغتين، اللغة الكردية والعربية أيضا. ولما سكنوا في المناطق، هي سكنوا بالمدن، مثلا ماردين، بسيرت، بحسن كيف، جزيرة بوطان، جزيرة أبو العمر كما يقولوها بالمصادر العربية. يعني هاي المناطق، المدن دائما كانوا يتحدثوا اللغة العربية، مو مثل القرى. وحتى الدولة الأيوبية في حسن كيف كانوا يتحدثوا هاي اللهجة، يعني لهجة ماردين أو لهجة الجزراوية يقولون. وحتى كمان قسم بالموصل، وحتى الإيزيديين في بعشيقة وبهزاني نفس الشيء، يعني يحكون يعني نفس الحكي هذا يعني. طيب هذول اللي بيسموا حالهم عرب ماردين، يا ترى بيطلعوا رشوان او لا بالفعل هن عرب؟ طبعا لا 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 لا، عرب ولا شيء، هي مصطلح جديد يعني شيء سنتين، يعني سنة سنتين، يعني مو كتير. يعني هالمصطلح عرب ماردين ولا ما في أبدا هاي الاسم. هو هاي صفحة المحلمية هي اللي تدعي هذا الشيء يعني، ولا هي ما لها أي أساس هالكلمة هاي. بالعكس، إنه الراشدية أو الراجنية يعني كانوا على أيام المرحوم آه سعيد بيران، الشيخ سعيد بيران. قسم منهم في 1925 هاجروا إلى لبنان، وفي لبنان يعني دخلوا حتى في الأحزاب الكردية كحزب الرزقاري، وأيضا جمعية الأرز الكردية. يعني أسسوا أحزاب كردية في لبنان يعني. والحزب الديمقراطي الكردي كمان، مثل ما بعثت تماما لي الفيديو نشرته اليوم، تماما تماما. هن كمان الرشوان، هن يعني نضال رجالات قبيله رشوان اسسوا الحزب الديمقراطي الكردي في لبنان، حتى هن حتى كمان جمعية بيأسسوا. حتى جمعية خويبون كانوا يعني من المؤسسين فيها، يعني جمعية خويبون في مدينة الثور طيب اذا عندك شيء تضيفه، بالنسبه لي اسئلتي انتهت. حبيت بس القي نظره على القبيله، وخاصه فيما يتعلق انه في كتير لغط من قبل البعض بيصير عليهم وبينكروا عليهم كرديتهم، فحبيت طبعا انك هذا توضح لي أنا هاي الامور. أثبت. أنا يعني كنت قلت لك هاي المصطلح هذا جديد، ما له أي أساس. يعني أجدادنا كلياتهم يعرفوا إنه هن أكراد ولباسهم وكل شيء، يعني حتى اللهجة وحتى عشائرنا نعرف من وين يجينا. يعني كل يعني عشيرة، يعني مثلا هسه الراجنية هن ينقسموا إلى ثلاث محلات نقولوا لهم، يعني بالكردي نسمي محلين. المحلات هي يعني كما تقول جغرافيا، تنقسم الجغرافيا. هي محلة الزين ومحلة شهرور ومحلة النقيب. محلة النقيب هن اجوا من منطقة نقيبة. النقيبة هي من البشيرية وباطمان. هدول العوائل هن علي خان، رمو، سرحان، فخرو، عمر. لاحظ هون وتمر. لاحظ هدول الاسماء كلياتهم هن اليوم موجودين، هن عشائر لعشائر عشيرة الكيكان، يعني قبيلة الكيكان. مثلا علي خانيا، تماركا، عماركا، سرحانيا. حتى الدرباسات موجودة في راجنية. يعني كلياتهم هدول النقيبة كانوا إيزيديين. هي عشيرة نقيبة الإيزيدية الخالدية، يعني عشيرة خالته.
هن من ولاد خالته اجوا يعني من منطقة حسن كيف. وبيت مثلا عائلة أو محلة الزين. محلة الزين كمان هن كانوا يزيديين، يعني كانوا بيذكر الكاتب الطانطان في كتابه برية طور عابدين، يذكر أنه بيت الزين اجوا من قرية بيميرة، وهي من أصل كيكان، يعني هن من الكيكانية يعني. ولا كمان نسيت عائلة واحدة كمان من النقيبة، هي رمو. عائلة رمو هي نفسها هي عشيرة رماكة، وهن أبناء عمومة مع عائلة آه، آه، البريخانية، يعني اللي هم في البشيرية وبطمان. والعائلات الثانية مثلا عائلة الشهرور، إن من عشيرة شهريوري الشهرور، نفسهم كمان هن نفسهم يعني اجوا من جزيرة بوطا، والاسماء هن سمو، سعدو، قاضي هي عشيرة قاضيان، نفسها هي عشيرة القائدي الإيزيدية. وعائلة السيالة هي كمان موجودة بشنغال، هن في شنغال لحد اليوم هن إيزيديين يعني في سنجار. وكمان العائلة السمو وسعدو لهم رواية أنهم هم أحفاد قرطاج دين. قرطاج دين هو سكن أحفاده في مدينة أستل. في أستل لما سكنوا هن قرطاج دين هو اللي كان صديق مم في قصة مم وزين، هو الذي حرق منزله من أجل صديقه مم. وهم لهم رواية أنهم أحفاده، يعني يذكروا هذا الشيء، يعني عندهم متوارث عندهم هذا الشيء يعني. طيب شكرا ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا موسى.